السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ ميدوشا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير معكم شربة بيضة ولا الجاري الابيض على طريقة الشرق الجزائري. مليحة هكذا في الشتاء، نحبوا حاجة جارية وحامية، ولا في رمضان نبدلو مش غير المرقة، مش غير الشربة الحمراء والحريرة، ومش غير كعت بيضة تقولوا ما تجيش بنينه ولا تجي هايله. ان شاء الله تعجبكم. وقبل ما نبداوها نصليو عن بي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دونك هنا في طنجره تاع الطين درت ملعقه ونص زبده، وتجي فيها الوصفه التقليديه تجي غير بالزبده ولا بالسمن المليح. ودرت طرف خروف لحم خروف صغير قطعوهم رقاق باش يطيبوا، وزدر الدجاج ولا نقليهم مليح في الزبده هذه. ونقول لكم اللي غاصبه يعني ما عندهاش الوقت، الاحسن ديروا في كوكوطه. الطناجر هذو تاع الطين يطولوا بزاف في الطياب. بعد ما قليت اللحم درت حبه بصله كبيره ونص، عفوا حبه بصله ونص رحيتهم مليح، زدتهم على اللحم وقليتهم. وملح وفلفل الكحل، الفلفل الكحل احسن ديروا هذا الكغي الابيض يعني. وربطه معدنوس، غير يجي فيها غير المعدنوس، الوصفه الاصليه يجي فيها غير المعدنوس، ما يجيش فيها الدبشه ولا الكرافس ولا. نخليهم يتقلاو البصله هذيك والزبده واللحم، ونجي اللحم المفروم لا فيونداشي هذه عندي 200 غرام، وملعقه كبيره بصله قطعوها رقيقه، ما ترحيوهاش كلمه باش ما تشمخلكمش اللحم. قطعوها رقيقه، واحد النص حبه يعني درت نص حبه صغيره، جاتني مغرفه كبيره، ومغرفه كبيره معدنوس ثاني قطعوه رقيق. والملح والفلفل الكحل الكغي اللي درناه في المرقه هذا مكان، ما تزيدوا والو. ونشكل كوريات صغيرين ولا متوسطين الحجم ونخليهم على جنب. ونولي المرميطه تاعي نمرق بالماء الحامي. انا درت هنا تقريبا 2.5 ماء على حسب افراد العائله، وعلى بالكم اثناء طيابها وينقص يهبط النيفو تاعو. دونك هنا وديروه سخون، ديروه غالي يعني ما ديروش بارد. وخليتها طيب سما كما قلت لكم اللي مارميت هذو يطولوا، خليت غير الدجاج برك تقريبا ساعه وباش طاب. واللحم الخروف سما كي قطعتهم رقيق هاو طاب شويه، بصح مازال نزيد نخليه يكمل يطيب مع لي بولات ولا الشربه. دونك نحيت الزور تاع الدجاج في لي طابو، والباقي خلي نزيد عليهم لي بولات تاع لا فيونداشي ونخليهم يكملوا يطيبوا. ولا هكذا. ونحي شويه مرقه من هذه واحد المغرف كبير مرقه، نخليها باش تبرد، خليها تبرد لي مليح باش من بعد نخلطها مع صفار البيض والقارص اللي نزيدوهم على الاخر باش يخثروا لنا المرقه. من بعد لا فيونداشي غطيت وخليتها تكمل الطيب. وهنا جبت صفار بيضاء وعصير نص حبه ليمون، نص حبه ليمون ما تزيدوش باسكو تجيكم حامضه لكثرتو، ما تكثروش بزاف العصير تاع الليمون. خلطوا مليح مليح الصفار والعصير، خلطوهم مليح مليح. هنا بعد ما طابولي لي بولاتها متهزو، كتشوفوا متهزو يعني طابو. نزيد الشربه، نزيد شتو الكاس هذا تاع مواليد عند الرسم درت فيرميسيل الرقيقه حوالي 55 غرام هكذاك. وثاني نحركها ونخليها طيب في الفيرميسيل دير 10 دقائق، ما تعقبولهاش 10 دقائق، هي الطيبه ما تطولش وطيب. المرقه اللي بردت لي خليوها تبرد مليح، وكسع زيدوها لصفار البيض والقارص باش ما يتكتلش الصفار تاع البيض وما يديرلكمش سلوك. وجي هي اللي تبيض لكم المرقه وتخثرها لكم تاع الشربه. هنا دوكا كلش طاب، فتت الزدور تاع الدجاج زدت عاود رجعتهم في مع الشربه. وهذاك الخليط كما قلت لكم كي يعود بارد تزيدوهم بعد في المرقه، ما تخافوش تزيدوه راكم تحركوا. والنار انا مازلت هاي شعله يعني هكذا واحد دقيقه ولا، وتما تحركوا تخثير وتبيض وتطفيو عليها. هذه هي شربة تاعنا. وراكم تشوفوا هنا بعد ما بردت شويه. هنا غير فوالا اللي يحب نسربيوها، ومش يعني كي عاد بيضه تقولوا تجي صامته ولا تجي بنينه وتجي هايله. وسا شونج يعني مش دايما غير البوتاج ولا الحوايج هذه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ويعني تستفادوا منها. وان شاء الله الوصفه قادمه وشهيه طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.